نبدأ المناظرة بسم الله. موضوعنا الليلة هو آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبدأ مع الممثل السني. شكرا. الآية جاءت في سياق الحديث عن زوجات النبي، والضمير قبلهن مؤنث، لذا فنساء النبي هن المقصودات أولا. لكن الضمير تغير فجأة إلى المذكر عنكم ويطهركم، وهذا يدل على تحول في المخاطبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه قد فسر من هم أهل البيت. ولكن السياق لا ينقطع بلا قرينة قوية، وأحاديث الكساء لا تنفي دخول الزوجات، خاصة أن النبي قال لأم سلمة: أنت على خير. قوله أنت على خير يؤكد خروجها من أهل الكساء، فلو كانت من أهل البيت في هذه الآية لما منعها من الدخول تحت الكساء. هناك من علمائنا من جمع بين أصحاب الكساء والزوجات كقول البيهقي، واستخدام المذكر قد يكون تغليبا لغويا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه خصص. ما طرح حتى الآن يفتح بابا للتأمل، لكن الأمر أعقد من أن يحسم بكلمة أو رأي سريع. سأترككم الآن لتعرضوا حججكم وأدلتكم، كل بما لديه من علم وبيان، ثم نحتكم جميعا إلى القرآن، فهو الحكم الفصل، وهو النور الذي لا يخطئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، يجدر التأكيد أن علماء أهل السنة اختلفوا في المقصود بأهل البيت في هذه الآية على 4 أقوال رئيسية. القول الأول، وعليه جمهور كبير، أن أهل البيت هنا هم نساء النبي خاصة، فالخطاب قبل الآية وبعدها موجه لزوجات النبي في سياق آيات الأحزاب، كقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، فسياق الكلام معهن بلا شك. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. وروي أن عكرمة مولى ابن عباس كان ينادي بهذا الرأي في سوق المدينة ويقول: نزلت في نساء النبي خاصة، فزوجاته أمهات المؤمنين هن أهل بيته في هذا السياق المباشر. أشكر الأخ السني على طرحه الواضح. سأحاول الرد بإيجاز على مسألة السياق والنحو. نعم، الأصل بقاء الآية على سياقها، لكن وجود القرينة الداخلية، تذكير الضمائر والخارجية، حديث الكساء، هي التي دفعتنا للقول بالاستطراد. لسنا نفترض ذلك من فراغ، بل لدينا قرينة فعلية قولية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلت الآية عن سياقها المباشر وأعطتها معنى خاصا. النبي هو الذي قال: هذه الآية نزلت في علي وفاطمة وحسن وحسين، كما روي عن أبي سعيد، وهو الذي منع أم سلمة من الدخول تحت الكساء مقرونا بتلاوة الآية. هذه قرائن لا يصح التغاضي عنها بدعوى السياق، ولو تعارضت دلالة السياق مع دلالة الحديث الصحيح فإننا نقدم بيان النبي على فهمنا الخاص، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، بل يفسر كتاب الله بالوحي. وقد ثبت لدينا بيقين أن كل من نقل حديث الكساء عن أم سلمة أو زينب أو واثلة أو عائشة فهموا أن النبي يخص الآية بأولئك الخمسة ويخرج غيرهم. حتى عكرمة الذي ذكرتم أنه نادى بنزولها في النساء في رواية أخرى عند ابن جرير لما رأى إصرار أم صخر، امرأة سألت عن الحديث، على أن تروي حديث الكساء، قال لها: سأخبرك بما وراء ذلك، ثم روى قصة الكساء واعترف أن النبي خص بها هؤلاء. فكأن عكرمة كان ينكر على من يخرج الآية من سياقها، فلما واجهوه بالنص النبوي سكت، ونحن أخذنا بالمنطوق النبوي الصريح. ولذلك أننا كشيعة إمامية نرى أن النص النبوي خص بالآية جماعة معينة من أهل بيته، فلا يجوز تعديتها إلى غيرهم. إن أهل البيت المقصودين في آية التطهير هم أصحاب الكساء الخمسة حصرا: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وهذه حقيقة أكدتها عشرات الروايات المتواترة عندنا وعند إخواننا أهل السنة. أتفق معك. فالقول الثاني عند فريق آخر من علمائنا فهو أن المقصود بأهل البيت أصحاب الكساء خاصة، أي النبي وابنته فاطمة الزهراء وبعلها علي بن أبي طالب وولداهما الحسن والحسين رضي الله عنهم.
فقد وردت أحاديث صحيحة عندنا تدل على ذلك، منها حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاءه الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك حديث أم سلمة المشهور أنها رأت رسول الله يدعو هؤلاء الأربعة ويجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا نص نبوي يبين المراد من الآية، حتى إن الإمام أبا جعفر الطحاوي وهو من أئمتنا الأحناف أورد هذه الأحاديث وقال صراحة: فدل ما روينا أن المرادين في هذه الآية هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين دون من سواهم، أي أن الآية خاصة بأصحاب الكساء الخمسة على هذا القول. ومن هنا نستطيع أن نقول أن السياق والحديث يجمعان زوجات النبي وأصحاب الكساء تحت الآية، وسيتضح ذلك من رد الآن على مسألة الالتفات التي تحتجون بها. فالالتفات من خطاب الإناث إلى الذكور في الآية قد يفهم، كما فهم البيهقي وغيره، بأنه التفات بلاغي لإدخال علي وأبنائه مع زوجات النبي في الخطاب، وليس لاستبعاد الزوجات. فالعرب قد تستعمل المذكر عند مخاطبة جماعة مختلطة من الذكور والإناث، أو عند مخاطبة جمع بصيغة التغليب، وهنا لفظ أهل البيت نفسه مذكر، لأن أهل لفظ مفرد مذكر لغويا، فيتبعه الضمير عنكم المذكر، فليس في تذكير الضمائر دليل قطعي على إسقاط النساء من الآية، بل يحتمل إدخال غيرهن فحسب. وبالفعل نحن نقول: المقصود عليهم جميعا التطهير، نساء ورجالا من أهل بيت النبوة. حديث أم سلمة رضي الله عنها نفسه، فقد روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، وألقى عليهم كساءه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير. وفي لفظ آخر: إنك من أزواج النبي وأنت إلى خير. هذا الحديث المتفق على صحته يبين بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر أهل البيت المقصودين في الآية بهؤلاء الأربعة معه، واستثنى زوجته أم سلمة على علو قدرها، فهي إلى خير بلا شك، لكنها ليست ضمن أهل البيت الذين شملتهم الآية الكريمة. فالنبي هنا فصل بين أهل بيته الخاصين وبين أزواجه رضوان الله عليهن. بناء على ذلك لا نرى مجالا لإدخال أزواج النبي في هذه الآية. نعم، لغويا هن من أهل بيته بحكم العرف والسكنة، لكن المراد الشرعي المحدد في الآية هم المعصومون من أهل الكساء بشهادة النبي نفسه. ولذلك يتمسك علماؤنا بدلالة إنزال الآية في سياق تلك الحادثة الجليلة التي جمعت أصحاب الكساء. وقد وصف حبر الأمة ابن عباس تلك الواقعة بقوله: فجللهم رسول الله بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أمر آخر جوهري في فهمنا للآية: معنى الرجس وطبيعة التطهير المذكور. نحن نرى أن الآية تدل على عصمة هؤلاء الخمسة من كل أنواع الرجس بالإرادة الإلهية التكوينية. فما هو الرجس؟ الرجس لغة هو القذر وكل ما استقذرته النفس، وفي الشرع هو أي إثم أو شرك أو ذنب أو نفاق. قال أهل اللغة: الرجس هو القذر، الذنب، الإثم، الفسق، الشك، الشرك، الشيطان، كل هذا يدخل في مسمى الرجس. فليس الرجس مجرد الشرك فحسب أو الإثم فحسب، بل كل ما هو دنس ومعصية يعد رجسا. وقد ورد عن صحابينا وائلة بن الأسقع أنه حين سئل ما الرجس في هذا الحديث قال: الشك في الله عز وجل، أي كل شك أو انحراف عن اليقين. فالآية إذن هي وعد إلهي جازم بإذهاب كل رجس عن هؤلاء الأطهار، أي تطهيرهم من كل ذنب وخطأ وشك ومخالفة. وصيغة الآية بالغة الدلالة: إنما يريد الله ليطهركم تطهيرا. كلمة إنما أداة حصر تفيد أن هذا الأمر خاص بهم، ثم جاء الفعل بيريد الله ليذهب عنكم الرجس بصيغة المضارع الدال على الاستمرار أو الحدوث الحالي المؤكد، وأتبع بيطهركم تطهيرا، حيث جمع بين الفعل ومصدره لمزيد من التأكيد والبلاغة في تمام التطهير.
كل ذلك يشير من خلال الصناعة اللفظية القرآنية إلى حصر الإرادة الإلهية في تطهيرهم تطهيرا تاما خاصا بهم. إنها إرادة تكوينية لا تتخلف عن مرادها، أي إرادة خلق وإيجاد، وليست مجرد أمر تشريعي قد يطاع أو يعصى. فالآية بصيغة الخبر لا الطلب، وهذا إخبار من الله بتحقق التطهير لهم. وقد نبه علماؤنا إلى قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإرادة الله هنا مثل كن فيكون، أي وقعت وحدثت بلا تخلف. خلاصة موقفنا: الآية إعلان إلهي بعصمة أصحاب الكساء، فقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كاملا من كل ذنب ودنس، وهذا مقصور عليهم بنص النبي فلا يشمل غيرهم. أما نساء النبي فمقامهن رفيع كأمهات للمؤمنين بلا شك، ولكنهن لسن معصومات، وقد وقع من بعضهن هن أنفسهن ما يخالف العصمة. كانت بعض أمهات المؤمنين مشركات قبل الإسلام ثم أسلمن، والشرك أدهى الرجس، وبعضهن وقع منهن اجتهادات وأخطاء بعد ذلك نجلهن عن التفصيل فيها، لكنها معلومة ومروية في كتب الفريقين. فبإجماع الأمة زوجات النبي لسن معصومات ولا يقول بعصمتهن أحد، وقد عاتبهن القرآن في مواضع. فكيف يتصور أن يخبر الله أنه أذهب كل رجس عنهن وطهرهن كليا مع علمنا بوقوع الذنب منهن؟ هذا تناقض لا نقبله على كتاب الله. وعليه يتبين أن الخطاب في آية التطهير انتقل عند قوله عنكم من نساء النبي إلى أهل الكساء حصرا، واعتراضا بين آيات الأحكام الخاصة بالنساء. وهذا الالتفات البياني له دلالة بلاغية عظيمة، إذ يفهم أن الله خاطب أمهات المؤمنين بالأوامر والنواهي توطئة لتطهير أهل البيت الخمسة، ومنعا أن ينسب إليهم نقصا بواسطة تقصير أزواجهم. فنزول جملة التطهير وسط سياق مخاطبة الزوجات هو للاستطراد والاعتراض، غايته تكريم أهل الكساء والتنبيه لعظم شأنهم، ولتتحمل النساء مسؤولية مضاعفة حتى لا يؤذي سوء عملهن مقام أهل البيت الطاهر. قلت أن آية التطهير خبر من الله بتحقق العصمة لمن شملتهم، لكن دعنا نتأمل نص الآية بدقة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه إرادة من الله، وليست تصريحا مباشرا بأنه أذهب الرجس فعلا. وإرادة الله على نوعين كما تعرفون: إرادة شرعية أمر ومحبة، وإرادة كونية قدرية خلق وتكوين. فأيهما هنا؟ إن كان المراد الإرادة التكوينية القطعية، لزم أن المراد قد وقع وانتهى بمجرد إرادة الله، لأن إرادته التكوينية لا يعجزها شيء. لكننا نجد أن النبي دعا لهم بإذهاب الرجس بعد نزول الآية، فقال: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولو كان الله أذهب الرجس عنهم تكوينا بالفعل، فما معنى دعاء النبي وطلبه ذلك من ربه؟ أيدعو بتحصيل حاصل؟ هذا غير معهود. دعاء النبي هنا دليل على أن إرادة الآية إرادة شرعية، أي أن الله يحب لهؤلاء الأطهار أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم ويرشدهم إلى سلوك الطريق لتحقيق ذلك، مثل قوله تعالى في آيات أخرى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم. فقد أراد الله البيان والهداية والتوبة والتخفيف لعباده جميعا إرادة شرعية تشريعية، بمعنى أنه شرع لهم ذلك وهيأ أسبابه ودعاهم إليه، لكن بتحقق شروط من جهتهم. وكذلك أراد تطهير أهل البيت تشريعا وتكليفا لا خلقا جبريا، بدليل أن هذه الإرادة علقت بأوامر سبقتها للنساء وبلحوق الامتثال. ولو كانت إرادة تكوينية خاصة بالخمسة كما قلتم، لكانت بصيغة الخبر القطعي: إن الله أذهب عنكم الرجس، ولم يكن النبي ليحتاج إلى الابتهال والدعاء لتأكيدها. هذا المنطق أقنع به كثير من علمائنا. نقطة أخرى أخي الكريم تتعلق بتعريف العصمة نفسه ومدى ثبوتها من الآية. أنتم افترضتم أن إذهاب الرجس العصمة المطلقة من الذنوب، وهذا محل أخذ ورد، إذ قد يقال إذهاب الرجس لا يعني بالضرورة أنهم لا يقع منهم ذنب بتاتا، بل قد يعني أن الله طهرهم من رجس الشرك والخبائث العظيمة ووفر لهم سبل الطهارة والهداية. ولا نزاع أن أهل الكساء هم أطهر الأمة وأبعدها عن الرجس بفضل الله، لكن العصمة بمفهومها الدقيق، أي استحالة صدور الذنب منهم إطلاقا قبل أو بعد نزول الآية، دعوى تحتاج نصا قطعيا، والآية ليست صريحة في هذا إلى حد لا يحتمل غيره. لقد قال الإمام القرطبي في تفسيرها ما معناه: إن الله أذهب عن أهل البيت الأرجاس إن امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه.
فالآية على جهة الترغيب والتكريم لا على إخبار جازم بالعصمة، وهذا وجه سائغ. أضف إلى ذلك أن آيات سورة الأحزاب قبل وبعد آية التطهير تخاطب نساء النبي بأوامر ونواه وتعدهن بثواب إن اتقين، وترهبهن من العذاب إن عصين، كقوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن وأقمنا الصلاة وأطعنا الله ورسوله إلخ. فلو كانت إرادة التطهير تامة وقهرية لما كان لخطابات التكليف تلك معنى، ولما حذرهن القرآن في الآيات السابقة من معصية وخيانة. انظر آية: إن اتقيتن وأطعنا الله ورسوله. وهذا يشعر كما تنبه له بعض المفسرين أن التطهير إرادة تشريعية مرتبطة بالتزامهن، وليست صك عصمة مغلق يمنح دون ابتلاء. وقد ابتلين بعد ذلك كما تعلمون، فوجدنا منهن المطيعات ومنهن من وقع منها ما يحتاج توبة، فكيف يقال إنهن أو أن غيرهن صاروا معصومين لا يخطئون؟ بالنسبة لمسألة إرادة الله، هل هي حتمية أم معلقة أي تشريعية؟ فأقول: السياق ذاته ينبئ أنها إرادة حتمية تخصيصية. لماذا؟ لأن الله بدأ الآية إنما التي تفيد التأكيد والحصر كما اعترفت، فلا يصح أن تكون مثل يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم المذكورة في سورة النساء. هناك لم ترد إنما، والخطاب عام لجميع المؤمنين، والواقع يشهد أن كثيرين لم يلتزموا بيان الشرع ولا حصلت لهم التوبة لأنهم لم يرجعوا، فكانت الإرادة تشريعية عامة. أما آية التطهير فجاءت محددة لأشخاص معينين هم أهل البيت، ومقيدة بالحصر والتأكيد، والحصر يفيد اختصاصهم بخصوصية ليست لغيرهم، فلا بد أن تكون إرادة تكوينية خاصة. وأما استشكالك بدعاء النبي بعد نزولها فهذا عندنا من باب إظهار الفضل واستدرار الرحمة والتأكيد أمام الناس. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يكتفي بوحي الله، لكنه أراد أن يشرفهم علنا بدعائه ويمزج دعاءه بنص الوحي ليشعر الأمة بمكانتهم، وليس في ذلك ما يناقض كون الإرادة حتمية. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم قطعا بنص القرآن، ومع ذلك كان يدعو: اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، على سبيل التواضع والتعبد، لا لأن هناك ذنبا واقعا فعلا. وكذلك دعاؤه لأهل الكساء لا يدل على أنهم غير مطهرين قبل الدعاء، بل هو دعاء لترسيخ ما نزل به القرآن وإشهاد للناس عليه. وأما القول لو كانت الإرادة تكوينية لقال: أذهب الله عنكم الرجس، فهو ليس بلازم. فجملة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خبر معناها الطلب العملي، لكنها بمعنى الإنجاز والتحقق في علم الله. وقد شبه بعض علمائنا ذلك بأسلوب شرط مقدر، أي يريد منكم الطاعة ليذهب عنكم الرجس إن أطعتم. وعلى كل حال يبقى ظاهرها امتنانا وتشريفا لا تكليفا، بدليل خلوها من الأمر والنهي، ولذلك ختمت بتكرار تطهيرا للمبالغة، وهذا لا يكون إلا وعدا كريما. أخي العزيز، اسمح لي كذلك أن أناقش مسألة حصر أهل البيت في الخمسة، فهذا عسير القبول عند جماهير المسلمين. لو سألت أي مسلم اليوم من هم أهل بيت النبي، سيجيبك: زوجاته وذريته الأقربون. فالقرآن نفسه استخدم عبارة أهل البيت في مخاطبة زوجة إبراهيم عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فسماها من أهل بيت إبراهيم. فلماذا نخرج أمهات المؤمنين من هذا اللقب تكريما وقد أثبته القرآن لنساء نبي سابق؟ بل الحديث النبوي يجعل انتساب الزوجة لبيت زوجها أمرا مستقرا، ففي حديث الكساء نفسه قالت أم سلمة: ألست من أهل البيت؟ مما يدل أن المظنون دخولها في هذا الوصف، وأقرها النبي بقوله: أنت من أزواج النبي، ولم ينف انتسابها لأهل بيته من حيث المعنى العام. نعم، لم يسمح لها بالدخول تحت الكساء في مقام الدعاء الخاص، لكن هذا لا يعني أنها ليست من أهل البيت إطلاقا، بل فقط ليست من ضمن المرادين بالتطهير الخاص في ذلك الموقف. فنحن أهل السنة لا ننكر فضل أصحاب الكساء وخصوصيتهم أبدا، بل نرى أنهم سادة أهل البيت وخلاصة عترته، وكل فضيلة تثبت لهم نتابعها ونفرح بها. غايتنا فقط عدم نفي كون زوجاته أيضا من آله وأهل بيته في الجملة. ألم يأمرنا الله بالصلاة على آل محمد في التشهد؟
ونحن نصلي عليه وعليهم ونقصد الآل كلهم، أزواجه وذريته. فبأي حجة نخرج أمهات المؤمنين من آل بيته إطلاقا؟ هذا ما لا نستسيغه. دلالة لفظ أهل البيت واحتجاجك بآية سورة هود عن امرأة إبراهيم هذا حق لا ننكره. زوجة إبراهيم تسمى من أهل بيته لغة، وكذلك زوجات محمد من أهل بيته لغة وحسب العرف، ولكن نحن نتحدث عن مصداق أهل البيت المذكورين في هذه الآية المعينة وفي أحاديث الكساء، فقد بين النبي بنفسه من هم أهل بيته الذين عناهم الله هنا، ولا حجة لأحد بعد بيانه، فللبيت أهل خاصون وخاصة الخاصة. أما عموم المسلمين فيطلقون أهل البيت على من شملهم تعريف الشريعة من قرابته الطاهرة، وهذا لا مشاحة فيه. نحن نصلي في التشهد على محمد وآل محمد، ونقصد جميع ذريته الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين داخلات في التكريم العام بلا شك. لكن حين يكون الحديث عن آية التطهير فلا يسعنا إدخال من نفى النبي دخولها في هذا الموضع المحدد. ألم يقل لأم سلمة إنك على خير؟ بلى، لكنه في نفس الوقت قال لها قري مكانك، أي لا تدخلي تحت الكساء، ومعنى هذا أنها بخير وفضل، لكنها ليست ضمن نطاق التطهير الخاص الذي أنزلت فيه الآية، فهذا لا ينتقص منها، لأن عدم العصمة لا يعني نقص التقوى أو الإيمان بالضرورة. كثير من المؤمنين الصالحين غير معصومين، ومع ذلك هم في خير عظيم، فقول النبي إنك إلى خير يطمئنها أن عدم شمول الآية لها لا يعني أنها على شر، بل هي على خير، لكنها ليست من أهل هذا المقام المعصوم الخاص، وهذا عين الإنصاف. أما قولكم إن الآية أشبه بالترغيب والتكريم المشروط بالطاعة فهذا غير ظاهر عندنا، إذ نجد الخطاب في آية التطهير مختلفا تماما عما قبله وما بعده. قبلها وأطعنا الله ورسوله، وبعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وهي كلها أوامر ونواه وزواجر. أما آية التطهير فجاءت بالأسلوب الخبري الإنشائي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن وضعها جملة خبرية وسط جمل الطلب بحد ذاته دليل على خصوصيتها وانفصالها عما قبلها وبعدها، ومثل هذا معروف في لغة العرب والقرآن. تأتي جملة معترضة لتقرير حقيقة مطلقة وسط أحكام موجهة، وقد ضرب علماؤنا كما قرأت أمثلة من القرآن على هذا النسق، فبهذا لا يكون تناقض ولا تعليق للموعود على شرط مخاطب به، بل هو وعد إلهي مطلق يتخلل السياق لغرض بلاغي وحكمة ربانية. ختاما، أؤكد أننا كشيعة نجل أمهات المؤمنين ونوقرهن، وحاشا أن نقصيهن بغضا أو انتقاصا، وكل ما في الأمر أننا نميز بين مقام الزوجية ومقام العصمة الخاص بأهل الكساء. فزوجات النبي لهن شرف الانتساب لبيته صلى الله عليه وآله، ولكن مقام الولاية والإمامة والعصمة ثبت بنصوص قطعية لغيرهن من عترته، وهذا لا ينقص من قدرهن شيئا، إذ ليس واجبا أن يكون كل أهل بيت النبي معصومين ليكونوا مكرمين، فالأنبياء أنفسهم لم تكن كل زوجاتهم أو أولادهم صالحين أو مصطفين، ومع ذلك يبقى للأنبياء قدرهم، فكيف بالزوجات المطهرات وقد جعلهن الله أمهات المؤمنين؟ لهن الاحترام والتكريم، ولكن العصمة شأن آخر اختص الله به من شاء من أهل بيت النبوة، وهم أصحاب الكساء باتفاق رواياتنا وروايات كثيرة من طرقكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وجعله الحكم الفصل فيما اختلفتم فيه. أيها الحضور الكرام، لقد استمعنا باهتمام إلى هذه المناظرة القيمة، وقد أبدى كل طرف ما لديه من براهين وفق فهمه، وجئتكم أنا سفير القرآن لأزن الأقوال بميزان الوحي المحكم، وأرد ما بان بطلانه بنور كتاب الله وسنة رسوله. سأحاول الآن بعون الله أن أوضح الحق الذي ترجحه الأدلة اليقينية. قبل كل شيء لنستحضر نص آية التطهير كاملا ضمن سياقه. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
من الواضح أن جزء الآية الأوسط قد جاء مختلف الضمير والنبرة عن ما يحيطه من خطاب، وهذا يفتح باب التساؤل: من هم المخاطبون حقيقة في جملة التطهير؟ إن أمعن النظر نجد القرآن نفسه يجيب عبر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموحى إليه، فالسنة وحي كذلك بشهادة القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد نطق الرسول بالبيان في هذه القضية، فروى الثقات من أمهات المؤمنين والصحابة أنه عند نزول الآية جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وغطاهم بكسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير. هذا بيان نبوي فصيح يحدد المراد بدقة، فقد سمى من تشملهم الآية هؤلاء أهل بيتي، ودعا لهم موافقا لنص الآية، واستثنى غيرهم من الدخول تحت الكساء مع إقرارها على خيريتها. إذن فالآية تتحدث عن أهل بيت محددين، وليس كل من يصح إطلاق اللقب عليه لغة أو عرفا. إن دوري ودور كل مؤمن أن يتمسك ببيان رسول الله قبل كل اجتهاد بشري، فرسول الله هو المبلغ والمبين، وقد قال معصوما: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. فهذا الحديث الصحيح يجعل الكتاب والعترة الطاهرة صنوان، فكيف يصدر منا غضاضة إذا فسر النبي آية وخص بها عترته دون غيرهم؟ علينا القبول والتسليم. وعليه فلقد تقرر إذن بالأدلة أن أهل البيت المقصودين في الآية هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وهذا ما عضدته أقوال أئمة من السنة أيضا، فلم ينفرد به الشيعة. سمعنا قبل قليل قول الإمام الطحاوي بعد سرده الأحاديث: إن المرادين في الآية هم الرسول وعلي وفاطمة وحسن وحسين دون سواهم. وكذلك نقلتم عن أبي سعيد الخدري التصريح بأنها نزلت في هؤلاء الخمسة، فالإنصاف قبول ذلك وعدم تأويله بعيدا عن ظاهره. يبقى معنى التطهير وإذهاب الرجس، وهنا القرآن يفسر بعضه بعضا، فالرجس في مواضع أخرى جاء بمعنى الإثم والشرك والكفر والعذاب والخبث وكل ما هو رجس معنوي. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالرجس يشمل كل قذر معنوي يبعد عن طاعة الله. وإذهاب الرجس عن أهل البيت يعني تنزيههم عن الشرك والشك والمعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، أي باختصار جعلهم معصومين من الخطايا. فإن قيل العصمة مصطلح كلامي، نقول معناها القرآني هنا إذهاب الرجس وتطهير تام. وهل العصمة سوى طهارة من الذنب؟ فلا ينبغي أن نجادل في التسمية إن قام الدليل على المسمى. ولنا لمحة في البلاغة القرآنية. الآية استخدمت أقوى أدوات التأكيد، جاءت ب إنما للحصر، وذكرت إرادة الله مضافة إلى لفظ التطهير بصيغة المصدر تطهيرا للمبالغة والتوكيد، وهذه الصيغة لا تحتمل في مقام الامتنان إلا التطهير الكامل، إذ لو كان المراد التطهير جزئيا أو احتماليا لما احتيج لهذا التوكيد البليغ، ولا سيما أن الخمسة المخاطبين بها كانوا بحمد الله أطهارا مؤمنين قبل نزولها، فهي إذن منحة ربانية برفع درجاتهم إلى الكمال، لا مجرد دعوة للتنزه عن الإثم فحسب. وقد ذكر أخونا أن سياق الآيات للبقية يخالف فهم التطهير التام، إذ وجهت أوامر ونواه للنساء، وهذا صحيح، فنحن لا نقول بعصمة أمهات المؤمنين ولم يقل بها القرآن أصلا. سياق الآيات يؤكد عدم عصمتهن لورود التكليف والتحذير، بينما جملة التطهير جاءت استطرادا لمن عصموا حقا، ولذا فلا تناقض. الزوجات مأمورات بالتقوى كغيرهن بل أشد، وأما الخمسة فالخبر عنهم بالتطهير والاصطفاء. ومن حكمة ذلك كما قيل إلزام أمهات المؤمنين حد أقصى من التقوى حتى لا يلصق أعداء الإسلام بأهل البيت المطهرين تهمة من خلالهن، فكان شرفا لهن أن تقع آية التطهير في سياق خطابهن تذكيرا بعظم مسؤولياتهن تجاه النبي وعترته. أما قول أحبتنا الشيعة إن الإرادة تكوينية صرف، فأقول لا مشاحة أيضا بعدما رأينا السياق الخاص. هي تكوينية في حق المعصومين المذكورين، وتشريعية توجيهية لغيرهم ممن قد يشملهم عموم أهل البيت لغة كزوجاته وقرابته الآخرين. وقد جمع أحد المفسرين من أهل السنة هذا المعنى بقوله:
لا شك أن الله أذهب الرجس عن فاطمة وعلي والحسنين وزوجات النبي وبني هاشم من آل عقيل وجعفر وعباس، ولكن الإرادة هنا شرعية، ودعاء النبي دليل ذلك. وأنا سفير القرآن أقول: بل الإرادة في حق علي وفاطمة وذريتهما تكوينية، وفي حق غيرهم إن دخلوا معهم فهي شرعية مشروطة. ولم يثبت الدليل عصمة لغير أصحاب الكساء الخمسة، فوجب قصر الامتياز عليهم. أيها الإخوة والأخوات، لا ننسى أن الآية من باب التكريم والتشريف أولا وآخرا، فهي إعلان طهارة لمن جعلهم الله قدوة وحجة على خلقه بعد رسول الله، وهذا الإعلان يؤهلهم لحمل لواء الدين وقيادة الأمة مع النبي وبعده. ولذلك نجد آية التطهير اقترنت في حكمة الله بآية المباهلة، حيث خرج النبي بعلي وفاطمة والحسنين لمباهلة نصارى نجران بوصفهم أنفسه وأهله، فلم يكن معه من زوجاته أحد. وكذلك آية المودة في القربى التي أمر الله فيها المسلمين بمودة قرابة نبيهم. فكل هذه النصوص يكمل بعضها بعضا في بيان مكانة العترة النبوية. وليس من الإنصاف ولا من فهم القرآن في شيء أن نقلل من خصوصية أهل الكساء بدعوى شمول الآية لغيرهم ممن لم يبلغوا مقامهم. الخلاصة أيها الأحبة، لقد أراد الله تعالى تطهير أهل بيت نبيه الأطهار إرادة تكوينية تامة، فكانوا بحق معصومين منصوصين، وأخبرنا بذلك في كتابه العزيز، وحدد لنا رسوله الكريم المراد بأهل البيت هنا، فلم يترك مجالا للظن والتخمين. هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فلا يجوز لنا أن نتجاوز هذا البيان النبوي فنوسع الآية لمن لم يشملهم النبي في تفسيره، ولا أن نضيقها فننكر دخول هؤلاء الذين أجمع المسلمون على حبهم وطهارتهم. أما زوجات نبينا الطاهرات فهن بلا ريب من أهل بيته في الاحترام والحرمة، لكن ليس في هذا الخطاب الخاص بالعصمة، ولهن من القرآن الكريم والسنة نصوص كثيرة تبين فضلهن وكرامتهن، ولسن بحاجة إلى ما لم يمنحن. وهل ينتقص من أم المؤمنين عائشة أو أم سلمة شيء إذا قلنا إن الله لم يعصمهما من الخطأ؟ حاشا وكلا، بل فيهن أسوة الصالحات القانتات، ولهن فضل عظيم دون دعوى عصمة. فالحق إذن أن التكريم على درجات، عامة أهل البيت لهم التكريم والإكرام، لكن أهل الكساء اختصوا بأعلى درجات التطهير والإعداد الرباني. وقد سمعنا في المناظرة من يخشى أن هذا الخلاف يحدث شقاقا بين المسلمين، فأطمئنكم، جمهور أهل السنة حين يتدبرون الأمر لا يجدون غضاضة في هذا التخصيص، إذ لا يترتب عليه نقص في عقيدتهم أو شريعتهم، وهو لا يعني انتقاصا لأحد من الصحابة أو الزوجات، بل غايته إظهار فضل أهل البيت الذين اتفقنا جميعا على حبهم. وفي المقابل يعترف الشيعة بأن زوجات النبي من أهل بيته لغة ومقامهن رفيع كأمهات المؤمنين، لكنهن لسن مشمولات بآية التطهير. هذا قد يقرب وجهات النظر متى ما احتكمنا للعلم والعدل. وفي الختام أدعو الجميع إلى كلمة سواء، أن نرجع في كل أمر إلى كتاب الله وصحيح سنة نبيه. فقد سمعنا جدالا طويلا، ولكن حين تكلم الكتاب وأوضحت السنة بان وجه الحق، فلا يبقى بعد بيان الله ورسوله قول لقائل، وكل اجتهاد يصادم نصا فهو اجتهاد باطل مردود على صاحبه. وقد قال تعالى حكمة خالدة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم.